الرحمن الرحيم. 19/9/2016 نحن الآن ضمن مخيم أبناء الجزيرة والفرات للنازحين من الشمال في الشمال السوري. اليوم طبعا صادفنا زيارة لمنظمة الهلال الأحمر القطرية التي قامت مشكورة بتوزيع مواد إغاثية تتضمن مواد الإسفنج، وهناك أيضا طرامز لحفظ المياه وأحرامات. كل الشكر لمنظمة الهلال الأحمر القطري التي مدت يد العون لإخوان النازحين في الشمال السوري الذين تم تهجيرهم من محافظة دير الزور بسبب الحرب الدائرة في سوريا. نشكر الهلال الأحمر القطري لتقديمه بعض الإسفنج والبطانيات لمخيم أبناء الجزيرة والفرات للنازحين المهجرين. 43 خيمة. 43 خيمة. كم نسمة عدد السكان المتواجدين في هذا المخيم؟ 223. 223 نسمة يسكن في هذا المخيم الذي هو قيد الإنشاء يعتبر. يشكو هذا المخيم سكان المخيم من عدم توفر خزانات لحفظ مياه الشرب في حال تعطلت الآليات. أيضا هناك السكان المخيمات يشكون من قلة المواد الغذائية من المنظمات الإغاثية العاملة في الشمال السوري. كاميرا إدارة شؤون المهجرين في الشمال السوري.